عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم النهاردة معاكم في موضوع مهم جدا، وهو ازاي اعرف ان ابني متأخر لغويا. طيب، علشان اعرف ازاي ان ابني متأخر لغويا لازم اعرف مراحل النمو الطبيعية للطفل، علشان على اساسها هحدد ابني اذا كان طفل طبيعي فعلا ولا متأخر مرحلة او مرحلتين او اكتر. طيب، اول حاجة هنعرف ايه هي مراحل تطور النمو اللغوي للطفل من الولاده. اول مرحله وهي مرحله الصراخ، وهي بتبقى منذ ولاده الطفل، من اول ما يتولد لمده شهر، وده طبعا بيكون نتيجه تغير البيئه. المرحله الثانيه معايا وهي مرحله البكاء، ودي بتبقى من شهر ل3 شهور، ودي الطفل فيها بيعبر عن احتياجه، واكبر دليل على كده انك لما بتشيليه مثلا بيسكت. فدي كده تاني مرحله بتبقى من شهر ل3 شهور. طبعا ان هو مش عارف يتكلم فبيستخدم البكاء عشان يعبر عن حاجته اللي هو عايزها. طيب، بعدين عندي من 3 شهور ل6 شهور، المرحله دي بتتسمى مرحله الملاغاه. بيبتدي الطفل يلاغي ويقول اصوات زي ما و كلها، ويقعد يعمل كده يا. دي بتبقى نتيجة الرضاعة، فبتدي بيطلع اصوات كلها شفوية وكلها اصوات ملهاش اي معنى. طيب، من 6 شهور ل9 شهور دي بقى مرحلة اسمها مرحلة المحاكاة. يبتدي الطفل يطلع لي اصوات زي ما دا تا، يبتدي يقول با كده، يبتدي ده يقول اصوات برضو ملهاش اي معنى، ودوت برضو نتيجة ان المرحلة دي بيبتدي ياكل، فاعضاء النطق والكلام بتشتغل، فيبتدي يطلع اصوات كده ملهاش معنى. طيب، مهم قوي بقى اخلي بالي من المرحلة بقى اللي جاية دي، وهي مرحلة الكلمات البسيطة، ودي اللي بتبدأ من 9 شهور لحد 15 شهر، يعني من 9 شهور لسنة و3 شهور تقريبا. المرحلة دي بقى بيبتدي الطفل فيها يقول كلمة مثلا من مقطعين، ودايما هتلاقي المقطع الأول هو المكرر في المقطع التاني، زي كلمة ماما، بابا، تيتا. يقعد تلاقيه ويختار كلمة تكون من مقطعين ومقطعين متشابهين. بيكون بقى بيفهم بعض الكلمات في المرحلة دي، يعني أقول له تعالى، يجي، يلا. ممكن يقلد حاجات بسيطة جدا، سقف، اعمل باي. ففي المرحلة دي بيبتدي الطفل وكمان يستجيب لاسمه، ممكن تنادي على اسمه او يسمع صوت يبتدي يبص وينتبه. طيب، المرحلة اللي بعد كده مرحلة الكلام. مرحلة الكلام دي بتبقى بقى من سنة و3 شهور لحد 2 سنين. يبتدي بقى يقول كلام زي كلمة تفاحة، وخلي بالك مش شرط يقولها صح، يعني ممكن يقول لك تاحة. المهم بقى ان هو لما يقول كده ما اقولوش لا، ايه اللي انت قلته ده، اتكلم عادل واتريق عليه، وفي نفس الوقت اشجعه ان هو قال. وفي نفس الوقت غلطه تانية الناس بتعملها انها ممكن تتريق وتقعدي تكرري الكلمه تاني، او بابا يكرر الكلمه، او نهزر ان انا نقول تاحة، عايز تاحة اجيب لك تاحة، لان انا كده بغذي الذاكره السمعيه بتاعته، التغذيه السمعيه بتاعته بخزنها بكلامه غلط. فمهم قوي لو قال الكلمه غلط، هو قال تاحة، حاضر يا حبيبي افهمه ان انا شاطر، عايز تفاحه، وابين له قوي الحرف اللي وقع منه. قال لك مثلا عايز دادي على زبادي، مثلا بيقول عليه بادي، يقول له عايز زبادي، وتعلي الصوت قوي 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 اللي بيقع منه، وتوضحي قوي مخرج الصوت، وتفخمي قوي عشان يعرف بعد كده يقول الكلام صح. طيب، تيجي بقى حد يقول لي طب انا ابني عنده 2 سنين ولسه ما بيقولش كلمه، عنده 3 سنين ولسه بيقول كلمتين. استني معايا، انا هقول لك الاول ايه المراحل اللي تعرفي ابنك متاخر فين وواقف فين، وبعدين هقول لك تعملي ايه. بس انت دلوقتي انا كده بقيس على الطفل الطبيعي، بتكلم على الطفل الطبيعي مراحل النمو. ممكن حد تاني يقول لك بس هو 9 شهور وقال بابا وقال ماما وقال، ده حلو جدا، بس انا بتكلم دلوقتي على الطفل الطبيعي، ولا هو الطفل اللي سابق سنه ولا الطفل المتاخر. بس احنا دلوقتي عايزين نعرف المشكله فين علشان نعالجها. طيب، تيجي المرحله اللي بعد كده، وهي المرحله بيكون وصل فيها ل2 سنين. يبتدي بقى يقول لي جمله من كلمتين،
ده كده في سن سنتين طبيعي ان هو يقول لي جمله من كلمتين، بيكون فاهم حوالي 100 كلمه، يكون فاهم. ومهم قوي موضوع فاهم ديت، لان تيجي تقول لي، تيجي ماما او بابا يقول لي ايه ده كان بيقول بابا بس دلوقتي ما بقاش يقولها. طيب هو كان بيقول بابا على بابا ولا قالها كده وخلاص؟ احنا عندنا اللغه بتنقسم لحاجتين، لغه استقباليه ولغه تعبيريه. لغه استقباليه دي اللي هو فاهم، لما اقول فين عينك يشاور، لما اقول له فين بقك بيشاور، فين ادي دي لبابا هياخد دي ويديها لبابا، ادي دي لماما هيدي دي لماما. هي دي اللغه الاستقباليه. طيب الطفل عندي بيقول بابا على اي حاجه حواليه، بيقول ماما على اي حاجه، عايز ياكل يقول ماما، بابا جه يقول له ماما، بيقول مش بيوظف الكلمه. لو الطفل مش بيوظف الكلمه ده كده ما يعتبرش ان هو بيقولها اساسا. فلو انا هديله في اختبار اللغه بديله 0، لاني طالما ما وظفش الكلمه واستخدمها صح يبقى هو كده يعتبر ما بيقولهاش. فمهم قوي 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 توظيف الكلام. طيب قلنا من المرحله الثانيه اللي هي مرحله من سنتين يبتدي يقول لي جمله من كلمتين وبيكون فاهم على الاقل 100 كلمه، فاهم. مهم قوي كلمه فاهم وبيقول جمله من كلمتين. طيب تيجي المرحله اللي بعدها اللي هي بقى من سنه من 3 سنين من سنتين قصدي ل3 سنين. من سنتين ل3 سنين بيبتدي يقول لي جمله من 3 كلمات من غير قواعد نحويه. يعني ممكن يقول لك عاوز عاوز اكل عايز اكل تفاحه مثلا، او عايز التفاحه تلاجة، ما يقولش عايز التفاحه من التلاجة مثلا. ف يعني ممكن مش هتلاقيه بيستخدم القواعد النحويه، يقول هو في او على او من او تحت. القواعد النحويه دي كلها هتلاقيه لسه مش فاهمها قوي من سنتين ل3. اجي بقى من 3 سنين ل5 سنين يبتدي بقى خلاص، يبتدي الحوار، يحكي حوار، يقول قصه، تبقى خلاص القواعد النحويه اتظبطت من سن 3 سنين ل5 سنين. من 5 سنين بقى ل8 سنين هي دي مرحله خلاص اكتمال اللغه. يبقى ابني كده خلاص اكتمل اللغه. يبقى دي كده المراحل اللي هقيس عليها طفلي وهعرف انا طفلي متاخر قد ايه. طفلي متاخر بيقول جمله من كلمتين وهو عنده 3 سنين، يبقى ابني كده متاخر مرحله. طيب ابني دلوقتي عنده سنتين ولسه بيقول كلمات مفرده، يبقى ابني كده متاخر مرحله، لان هو المفروض عند السنتين قلنا يقول جمله من كلمتين. طب هو عنده سنتين ولسه بيقول كلمات، لا يبقى اشتغل علشان ابني يقول جمله من كلمتين. طيب ابني عنده 5 سنين ولسه بيقول لي كلمات مفرده، لا ده كده ابني متاخر 3 مراحل. فيبقى عايزه اشتغل الاول، هو عنده هو دلوقتي سنه 5 سنين وبيقول لسه كلمات مفرده، ما ينفعش بقى اقول بقى خليه يقول جمله وحوار، لا هبتدي الاول اشتغل على انه يقول جمله من كلمتين، وبعدين اشتغل على انه يقول جمله من 3 كلمات، وبعدين ابتدي ادخل القواعد النحويه، وبعدين لحد اخليه يقول جمل، لحد ما اخليه بعد كده يسرد لي قصه. هنتكلم بقى احنا كده دلوقتي. حبيت بس اعرفكم ايه هي المراحل التطور الطبيعيه للطفل الطبيعي اللغوي، علشان ما اي تبقى عارفه تبقى عايزه تعرف من البدايه انا ابني متاخر ولا لا تبقي عارفه ومتابعه ابنك من اول ما يتولد لحد ما يكبر، وتبقي عارفه وشايفه هو متاخر ولا لا. ما تستنيش ان يوصل ل5 سنين ولسه بيقول كلمات مفروضه تقولي ده انا عايزه بقى اروح التخاطب. لا، ما هو التخاطب مش معاه عصايه سحريه، احنا مش معانا عصايه سحريه. لا، ما هو انت ما تستنيش كل ده، علشان ده كله هيعمل ايه؟ ده كله يعني هيأثر عليه وهيأخره جدا. فبدل ما كنت تلحقيه مثلا عند السنتين ونخليه بقى يقول جمله من كلمتين، لا انت جايبه لي عند 5 سنين وهو لسه بيقول كلمات مفرده. فانا مهما اشتغل معاه او اي حد يشتغل معاه هيبقى متاخر وهيبقى باين قوي الفرق. يبقى كل ما هشتغل بدري مش هيبان الفرق ده، لكن كل ما هتاخر هيبان قوي الفرق ان هو متاخر جدا. فمهم قوي 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 نركز مع اولادنا ونشوف ونديهم اهتمام، نتكلم معاهم، ننتبه لهم، نشوف لو في مشاكل نحلها بدري، لان ولادنا دول امانه في رقبتنا واكيد هنتحاسب عليهم، ومش عايزين نبقى مقصرين معاهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.